السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خياتي وحباباتي ومتتبعيني ومتتبعاتي. صباح الخير عليكم، صباحكم في رباحكم إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. أنا في نعمة والحمد لله. اليوم جيتكم فيديو خفيف ظريف. ما حبيتش نطلع عليكم بوصفة روتيني من الصباح للعشية مع خرجة خفيفة ظريفة. هنا كما راكم تشوفوا خياتي الصباح كنت مع قهوة، شربت قهوة ومن بعد كانت الوجهة. رحت لدارنا وكانت عندي خرجت خياتي معايا. ما يخص البنات اللي كانوا دائما يبحثوا لي، الاخوات اللي يبحثوا لي ويقولوا لي ما راكيش تباني، علاه ما راكيش تحطي لي فيديو. وكامل كان بعض منهم على بالهم بالظروف. اسمحوا لي خياتي، ان شاء الله راح نعاود نولي من جديد، وراح تشوفوا ان شاء الله حاجات بزاف جدد في قناتي. راح يكون المحتوى خاص بالمرأة، بالروتين. راح ان شاء الله محتوى كما قلت لكم خاص بالطبخ والحلويات، وراح ان شاء الله فيها تدابير منزلية، فيها خياطة، فيها لي فلوج. ان شاء الله راح تكون قناتي متنوعة باذن الله. واللي حبت حاجه تحط لي في لي كومونتير، راح ندير لكم كامل واش حبيتو ان شاء الله. هنا خياتي كما راكم تشوفوا راني خرجت، قلت لكم خرجتكم معايا. هنا كانت الوجهه، رحنا لودرهيو، للمرجع اللي يعرفوا الناس ودرهيو، للباخ تاع ودرهي. والله غير روعة روعة روعة، ما شاء الله أعجبني بالبزاف. عندي واحد العامين ملي رحت ليه كان شوية شوية كان فارغ، مي هذه المرة كي عاودت وليت ليه والله غير كانت خرجة ما كناش موجدين لها كامل. جات هكذا وخلاص كنا رحنا حتى مور العصر. سورتو الخرجة هذيك اللي ما تكونيش مديسيديات لها والله غير تخرج بزاف، تخرج لك خرجة هايلة. هنا راكم تشوفوا ما شاء الله، قلت لكم فيه مساحات خضراء وين يلعبوا ذراري، فيه الالعاب، فيه الحيوانات، فيه بزاف صوالح، فيه راحه نفسيه. انا هنا كنا خرجنا قلت لكم خفيف خفيف، دينا قهيوه ورحنا ريحنا شويه. هنا شوفوا كما راكم تشوفوا الاولاد يلعبوا كامل. خياتي واش راح نقول لكم، نوصيكم ما تنساوليش الجيم ولي كومونتير، بارطاجوا لي لاشين باش تعم الفايده. هذا واش نقول لكم، وان شاء الله ما نستنى منكم غير الدعم. اسمحوا لي باسكو عندي بزاف ما درتش مونتاج تاع فيديو، راهي تلفت لي الهضره. نشكر كامل اللي كانوا يسقسوا عليا، كاع المتتبعات تاعي، والله غير ربي يحفظكم وربي يجازيكم ان شاء الله. كما قلت لكم راح يكون كاين بزاف جديد في قناتي ان شاء الله. تبعوني ما راحش تندموا لا في الوصفات ولا في التدابير. راح يكونوا قلت لكم وصفات، تدابير، همسات للاخوات. كل مره نديروا موضوع. اللي عندها خياتي اللي عندها قصه حابه تحكيها ماذا بها تبعث لي في الخاص. كل مره قلت لكم واش نديروا كي تكون حاجه، تكون مشكل، ماذا بينا نحطوا هذاك المشكل وكل وحده تعطينا الراي تاعها ان شاء الله. وماذا بكم خياتي، نشي خياتي على بالي اللي يحبوني راهم باينين، اللي ما يحبونيش وقاعدين غير تقرعجوا عليا برك ماذا بكم ديزابونو من قناتي، ما نحتاجكمش في قناتي. سمحوا لي خياتي على هذه الهضره. بيسك كاين ناس معينين وراهم عارفين رواحهم وما كان لها الهضره زياده، وكل واحد راهو عايش حياته وما كاش اللي راه عايش حياه الاخر. ماذا بكم الهاو في رواحكم، ما تقعدوش لاهين غير في الناس. كما انا راني لاهيه في حياتي ومع روحي، نتوما ثاني كل واحد يلها في روحه. واش نقول لكم، نخليكم تتبعوا لا فيديو من الاول للاخير. ان شاء الله خياتي تكونوا كامل بخير. تهلاو في رواحكم، راح نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. اسمحوا لي مع السلامه. ما تنساوليش جمجمولي خياتي، جامولي كومونتير، والله العظيم غير هذوك هما اللي طلعوا لي المورال، هذوك هما اللي فرحوني. نحس بلي خياتي صح راهم يتبعوني. تهلاو في رواحكم. أه هنايا راني درت لكم جوله. هنا كنا في الليل خلاص الحق المغرب. درت لكم جوله خفيفه ظريفه كما راكم تشوفوا. شوفوا الاجواء مام الوقت هذا تاع المغرب. نورمالمون حنايا كنا شغل جويه 9 ولا خرجنا من هذا البارك.
نورمالمون يقعدوا يخدموا من في الليل ما على باليش الوقتاش. أمي انتي ربي يحفظها لي ويخليها ويطول لي في عمرها، هي الداعمة الأولى ليا. توجور تلقاها روحي وحطي ديري في قناتك وديري الوصفة الفلانية وديري الوصفة الفلانية وهكذا. من لا غالب الظروف ما سمحتليش. ان شاء الله العودة بقوة. ما نكثرش عليكم الهضرة، هيا نتلاقاو في وصفة عفوا نتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله. ما عدت أنكسر بسهولة، ما عاد يعنيني إرضاء الآخرين. تعلمت، كبرت وفهمت أن لا أكرر نفس الأخطاء القديمة، وأن العقرب الذي لدغني مرة لن يتحول أبدا إلى حمام. أنا أيضا أدرت ظهري للبعض، أقفلت الأبواب وربما النوافذ، صنعت حاجزا سمعت صوت ارتطامهم به، ولكنني لا أشعر بأي ندم. أرخيت يدي عن كل شيء وترفعت عن كل ما يؤذيني، عن كل ما يمسني. أدركت قيمتي ووزنت قدرها وارتقيت بها. تعلمت لعبة فاتنة الأصول، لعبة إعادة الأدوار وإعادة ترتيب الأشخاص